احلى مسا عليكم، المراكبي بيحييكم. النهارده يا حبيب اخوك هنكمل بيت الحدوته، وبالله عليك يا حبيب اخوك اعمل لايك وشير للفيديو ده واشترك في القناه وفعل زر الجرس واحذر عشان اللي جاي جديد. يلا بينا يا حبيب اخوك. زي ما قلنا يا حبيب اخوك ان ألبوم كان زمان كان علامه نضج بهاء سلطان في الغنى، وخد مكانه خاصه في قلوب المعجبين. ولكن يا حبيب اخوك غاب بهاء سلطان 5 سنين عن الساحه الفنيه بعد الالبوم ده، وفي سنه 2011 نزل البومه الخامس واسمه ومالنا. محدش بقى عايز حد، محدش بيصدق حد، واللي فيه اغاني جميله جدا كتير زي اغنيه تعالى ومية مية وخلتني اخاف من الناس وبقيت في الدنيا وحيد، وزي ما احنا يا حبيبي زي ما احنا، وتبقى انت اللي ليا وتقول كلام عليا. والاغنيه العالميه الجامده قوي 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 يا حبيب اخوك هي اغنيه انا مصمم، اللي فيها احساس عالي قوي قوي قوي. انا زعلتك في حاجة، طب ايه يا حبيبي هي بتداري عينك. واللي اشتركوا في الالبوم ده من الملحنين الجامدين زي عمرو مصطفى ورامي جمال ومحمد رحيم وعزيز الشافعي ومحمد يحيى ووليد سعد. وفي سنة 2013 نزل بهاء ألبوم ديني اسمه بندور على السعادة، وده كان الألبوم السادس ليه، ولكن ما خدش الشهرة الكافية زي الألبومات التانية يا حبيب أخوك. بندور على السعادة ما بينا واحنا الله يسامحنا وشنا مكشوف. بس مش دي كل اعمال بهاء سلطان يا حبيب اخوك، لانه قدم اغاني كتير منفردة وتترات مسلسلات كتير جدا جدا جدا، زي مثلا تتر مسلسل مزاج الخير والماشي في البطال عمال على بطال، الماشي في البطال عمال على بطال، وسوق الخضار على اللي اتلطمت في السوق، والسوق ده ناسه في العوج بتسوق، ودوران شبرا طالع من حارات شبرا زي النار صافية ودويتو اللي في عيني معصومة. واغنية انا مش هندم على الايام اللي انا قضيت، اغنية انا مش معاهم الجامدة قوي قوي قوي. انا مش معاهم انا معاكي، مطرح ما تروحي وراكي. واعلام وبنين اللي هي دلوقتي اورنج يعني يا حبيب اخوه، مع فنانين كتير وهو افتح بيبان قلبي. انا من زمان جنبك بعيش، معرفش ليه معرفتنيش، القرب بينا يفرق كتير، طول ما احنا فينا لبعض خير، نوصل حبال الود نقرب حبة هنعرف قيمة بعض. اغنية مع مية دياب اسمها فينا نغير، غير ماضينا نكتب اسامينا خدود الارض. واغاني تانية كتير ما نقدرش نذكرها كلها عشان مش هنخلص النهارده الفيديو ده يا حبيب اخوه. وفي نوفمبر 2013 السنه اللي نزل فيها بهاء الالبوم السادس ليه، اتجوز اخيرا بهاء سلطان من واحده من خارج الوسط الفني واسمها جيرمين مجدي اللي اصغر منه ب 15 سنه. وفي يناير 2015 ربنا رزق بهاء ببنتين توأم وهم كاندي وكادي، يا رب اكون نطقت الاسم صح. وحاليا كمان عنده احمد كمان اخر العنقود. ودلوقتي بقى مع الحته الاهم وهي
وهي خلاف بهاء سلطان مع نصر محروس، واللي بسببه بعد بهاء سلطان عن الساحة الفنية لسنين كتير جدا. وهنقول القصة كاملة كده ولكن بشكل مختصر يا حبيب اخو. بص بقى يا حبيب اخو، نصر محروس ده كان منتج اغاني بهاء سلطان، وهو اللي انتج له اول اغنية خالص زي ما قلنا في الجزء الاول، وكانت اغنية احكي. ولما بهاء كسر الدنيا بيها اتفق معاه نصر محروس انهم يمضوا عقد احتكار لسنين معينة وبعدين يتجدد العقد. ووافق بهاء سلطان ومضوا العقد، وانتج له نصر محروس كل الالبومات اللي قلنا عليها دي وكسروا الدنيا. ولما جه وقت تجديد العقد مرضاش بهاء انه يجدد العقد معاه، وكان نصر محروس عايزه يمضي عقد جديد احتكار مدى الحياة. هو كان الشركة عايزين يجددوا احتكار، وانا مش حابب حكاية الاحتكار دي تاني يعني. نصر ولما بهاء مرضاش قال له خلاص ادفع الشرط الجزائي، واللي كان في العقد القديم وهو حوالي $1.5 مليون كده يعني. والشرط غريب شوية ان انت يعني تدفع فلوس. لا مش حكايه $1.5، ما انت لو غلطان ماشي هتدفع لو انت، لكن انت ومرضاش بهاء طبعا يا حبيب اخوك انه يدفع الشرط الجزائي. لما خلص بهاء البومه الجديد ساعتها سيجاره، وكان المفروض انه هينزل سنه 2014 وما نزلش طبعا بسبب الخلاف اللي حصل مع نصر محروس. بتخلص شغلك والمفروض كان ينزل 2014 واتركن. وفضلت المشكلة دي يا حبيبي اخوك لحد لما وصلت للمحكمة في سنة 2015. وطلع بهاء في لقاء من لقاءاته سنة 2017 وقال زعلت بعد سنين كتير عدت عليا وانا في الشركة من سنة 1998، وفي النهاية قال لي انه لو ما وافقتش على العقد هقعد في البيت ومش هشتغل تاني خالص، وانا ما بحبش فكرة الاحتكار وما حبيتش ان اجدد. ولو مش هتشتغل مش هتمضي يعني الاحتكار خلاص هتقعد في البيت. الجو عافيه كده مش حلو يعني بعد 10 سنين ده من 98 فيحصل الموقف ده عيب يعني. فزهقت بقى ما حبيتش اجدد خلاص يعني. كانت الاحتكار دي خلاص. وطبعا الموضوع دخل فيه محامين كتير وملحنين زي الشاعر الكبير بهاء الدين محمد والفنان رابح صقر والفنان مصطفى كامل وغيرهم كتير عشان يوصلوا لحل المشكله دي. ما حدش فكر يعني في كتير يعني. في المحامي اصلا بتاعه هو قعد معاه كتير، والمحامي بتاعه الاستاذ بهاء الدين محمد والاستاذ مصطفى كامل قعدوا معاه كتير، وفي ناس كتير والاستاذ رابح صقر كلمه وقعد معاه كتير يعني. هو مش حابب يسيبك وحابب ان انت تجدد على مزاجه، فطبعا ده غصب عنك بتزهق انت بقى خلاص يعني. تشتغل بالطريقه دي ازاي؟ والقضيه كانت شغاله ساعتها، وكل جلسه كان نصر محروس بيطلب تاجيل، واقترحوا ساعتها ان هم يمضوا عقد جديد 6 سنين وينتج له نصر محروس خلالهم 3 البومات جديد، ولكن رفض نصر محروس عشان هو عايز عقد احتكار مدى الحياه. القضيه لسه شغاله. القضيه شغاله. هو كل جلسه بيطلب تاجيل يعني. بيضغط عليك بالوقت ان انت بقالك 3 سنين ولسه بيطلب تاجيل كمان. فهو عايش على كده، وبعد كده خبير، وبعد كده حكم درجه، وبعد كده استئناف، وبعد كده يعني هو عايز يعيش في الحته دي. وفضل بهاء غايب لحد لما رجع لجمهوره باغنيه جديده، وهي اغنيه عشان نفسي اللي قدمها في مسلسل ولد الغلابه اللي اتعرض في رمضان 2019، وهو بطوله الفنان احمد السقا واخراج محمد سامي. عشان نفسي بدوس عالدنيا. ومن هنا بقى الكل رجع يتكلم من تاني عن عودة الفنان بهاء سلطان يا حبيب اخوه، بعد لما ظهر في برنامج صاحبة السعادة اللي بتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس. وفي الحلقة قالت إسعاد للمنتج نصر محروس احنا كبرنا، فك الاشتباك مع بهاء سلطان ابوس على دماغك. ومن ساعتها بقى اسم بهاء سلطان ترند على جوجل وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي. وفضل ضغط الجمهور يزيد علشان الأزمة تتحل عن طريق تويتر، وبدأوا هاشتاج لا لاحتكار بهاء سلطان، لحد لما بقى في قائمة الترند. ورد نصر محروس على إسعاد يونس وكتب على حسابه الشخصي على الفيسبوك نداء مدام إسعاد يونس ليا في برنامج صاحبة السعادة فوق راسي واعتز به كثير، عشان هي أختي وعشان بهاء سلطان عزيز جدا على قلبي. ما أنا عارف، وهو اخويا اللي بحبه، وعشان كده لما سمعت ردها عليا بمكالمة تليفون اتفقنا اننا هنتقابل قريب، وان شاء الله هيحصل كل خير وهيوصلوا الحل، فانا ملتزم تماما يا صاحبة السعادة. وبعد كده يا حبيب اخوك لقينا نصر محروس وبهاء سلطان في حلقة مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وانهم اتصالحوا ووصلوا الحل للمشكلة دي كتير جدا. فانا لخصتها في كلمة وقلت دي براءة ذمة من نصر محروس لبهاء سلطان يعني. انا نصر محروس عبد المسيح ابرز ذمة الفنان بهاء سلطان من اي التزام بسداد المبالغ المستحقة عليه والمتعلقة بالنسبة المتفق عليها من أجره عن اللايف ده. تنازلنا عنه، أي حسابات بينا تنازلنا عنها. وأبرز ذمته كذلك من استكمال أي تنفيذ العقود المحررة
ومعه، ويصبح حقه التعاقد مع أي شركة أخرى دون اعتراض مني على ذلك، علما بأن الدافع الوحيد وراء ذلك هو فقط المحبة والتسامح، مع تمنياتي الطيبة له بالنجاح والتوفيق، واستعدادي الدائم لمعونته فنيا وإنسانيا والمستقبل. والله يوفقنا جميعا بما يحب ويرضاه. نصر محروس حبيبي ودي يا بقى ماشي يا استاذ، على راسي بقول لك انت جايب قلم عشان تمضيها؟ طبعا مش عارف انا اعمل كده، بس بعدين بقى بعد التصوير لا هعمل كده في حته. لازم امضيها لك. وشغلوا بعدها اغنية تعالى ادلعك اللي صوروها فيديو كليب كاخر اغنية لبهاء سلطان من انتاج نصر محروس، واللي كانت جامدة جدا 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 يا حبيب اخوك. دلعك واللي ايه هيمنعك، جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك. وبعد الحلقة دي بهاء سلطان انطلق في كل حتة عشان يعوض غيابه الكبير، وبدأت العروض تجيله من كل الشركات المنتجة للأغاني. بس بهاء اتعاقد مع شركة روتانا اللي هو حاليا معاها، ومقدم أغاني كتير معاها زي دلوقتي عجبناكم، دلوقتي عجبناكو، ما كنا حلوين ومعاكو، فجأة الشوق اهو جابكو، طب ايه كان مشاكو؟ ونادرا عليا، نادرين عليا، لو رب خلصت في الحيط لبست وهقول نصيبي. ودادينا عملنا كل حاجة صح مع اللي غدروا بينا، ويا ما لعبوا بينا وقلنا ما علينا. وقبل ما امشي اللي هي اخر اغنية نزلت حاليا للبوب مع الروتانا. قبل ما امشي عايز اسلم على اللي جرحه في قلبي، علم في الندالة كان معلم، دكتوراه في خيبة الامل. ولكن عن نفسي كعاشق للبوب انا ما حبيتش تجربته مع روتانا، حسيته اختفى فيها ومش بيعملوا دعاية خالص لاي اغنية جديدة للبوب، وحاسه ما استفادش من التجربة قوي، وعمل اعلانات وحفلات في كل حتة زي اعلان باغنية اصل الدلع ولا اصل الدلع ولا واللي كانت حلوة قوي. اصل الدلع ولا مولاش من فترة، واللي ما شافش القمر طلع ده يروح يجي. وحفلات زي حفلة العالمين، شوية علينا شيء، والرجالة جالهم حالة وبشوف شيء. وحفلة نادي سيتي كلوب طنطا اللي انا حضرتها بالمناسبة، ما كانش ينفع افوتها طبعا يعني، وهي في بلدي طنطا. دلوقتي عجبناكو، ما كنا حلوين ومعاكو. وطبعا عمل حفلات تانية كتير، واخر حاجة عملها اغنية من فيلم عصابة عظيمة، وهي اغنية كله فالصو مع احمد سعد، وهي عجباني قوي بصراحة. كله فالصو وكله فيك، الا بس جمال عينك، كله نازل ماشي فيك وانت اصل ختمك عليك. وفي الاخر نتمنى كل التوفيق للبوب العظيم في اعماله اللي جايه، وانه يفضل دايما يطربنا كده ونسمعه طول الوقت. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الحواديت ان شاء الله. واكتبوا لنا في التعليقات ايه رايكم في الحدوته، وعايزين نحكي حدوته مين من المشاهير الفيديو الجاي. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير وساعدنا على انتشار الفيديو ده عشان الكل يعرف حدوته السلطان. كان معاكم محمد المراكبي من قناه حواديت المشاهير. سلام. يا أهل السماح، من الجراح هناخد كتر البكاء.